اللي قدامك ده صديقي مقبرة رمسيس التاسع، موجودة في وادي الملوك. الفيديو ده أنا عامله مخصوص للناس اللي أقنعتك وفهمتك وقالت لك إن المقابر الفرعونية بيكون فيها هواية أو بيكون فيها طبة أو بيكون فيها شباك، وإنك بتنزل من خلال الحاجة ده لغرفة الدفن. أنا جايب لك الفيديو ده يا صديقي للناس كمان اللي اقتنعت من كلام الناس التانيين إن فيها طبة وفيها شباك وفيها هواية. أنا جايب لك المقبرة من أولها لحد باب غرفة الدفن أو لحد غرفة التمهيد لغرفة الدفن. قدامك يا صديقي لا فيها لا شباك ولا فيها منور ولا فيها طبة ولا فيها هواية ولا فيها أي شيء. اللي قدامك هي عبارة عن غرف داخل غرف داخل غرف، ما بينهم سراديب يا صديقي. مدخلها بادئ من على وش الأرض، زي ما أقنعك وقال لك إنك لازم تنزل أعماق وتخرب الدنيا وتعمل كل ده عشان توصل للمدخل. بس ده قدامك المقبرة هيت بأجنبها، بأرضيتها، بسقفيتها، بنقشها، بنحتها، بكل شيء اهوت. السقف اهو لا فيها هواية ولا طبة، الأجناب لا فيها لا شباك ولا منور ولا فيها أي شيء يا صديقي. الناس دي وهمتك لا أكتر ولا أقل. أنا أحمد سفاري، ودي صفحة زي الإشارات ما بتقول. السلام عليكم.